المفروض الناس دلوقتي بتشتغل، بس يلا وادي كمان ورايا 2 بيشتغلوا. استاذ مدحت الانصاري صاحب شركه كاريرك، استاذ شريف توفيق صاحب شركه تالنت ايجيبت. اعمل لنا باي انت كمان. اهو يا عم اهو والله. تمام. وانا معاك احمد صلحي صاحب شركه هايرد. احنا دلوقتي المفروض اللي احنا قاعدين في سيشن نشتغل مع بعض. عندنا كلاينت وعندنا بروفايدر، هاويفر اللي احنا الاثنين شغالين في نفس الحاجه، فاحنا مش بنكمبيت مع بعض انما بناد فاليو كلنا. طيب النتوركينج 85% من النجاح قايم على العلاقات. ناس كتيره من الناجحين هتلاقي ان السكيلز بتاعتها قليله، بس علاقاتها ساهمت في نجاح البيزنس بتاعها. تمام، مش شرط يبقى بيزنس، يعني ساهمت في نجاحه عموما. تمام. النتوركينج او اللي انت يبقى عندك قاعده معارف دي من اكتر الحاجات المهمه في البيزنس او في النجاح عموما. تمام. النتوركينج لا يعني اللي انت تقعد تكلم الناس بالليل، انا حماده كنت معاك في ابتدائي فاكرني ولا لا، عندي ليك بيزنس ومصلحه حلوه، طب اقفل يا حماده دلوقتي انا عايز انام. النتوركينج لا يعني اللي انت تعرف الناس عشان مصلحتهم. النتوركينج ببساطه ازاي توسع قاعده علاقاتك، اللي انت تعيش وسط الناس بالكونسبت بتاع الوين وين سيتويشن. الناس اللي فاكره ان اعمل مصلحتي وبس، مفيش حد مصلحته واقفه عليه، انما مصالحنا كلها عشان تنجز لازم واقفه على ناس كتيره حوالينا. فلو انت فكرت ان انت تاخد مصلحتك من حد وخلاص، ولو هو بعد كده احتاجني انا خدت مصلحتي، هتحتاجه تاني وهتحتاج غيره وهتحتاج غيره، وكله هيسمع مع بعض. طيب مره حضرت ايفنت، معرفش هديكم مثال. شخص لقيته داخل علينا كل اللي بيعمله مطلع بيزنس كاردز وعمال يفرق البيزنس كاردز زي بخيت وعديله، بخيت المهتلي بخيت المهتلي. ده كان مفهومه عن النتوركينج. الله اعلم بقى حضرها سيشن قراها في كتاب اللي انت لازم تقعد وسط الناس بتاعتك والنتورك وفرق البيزنس كاردز بتاعتك. انت كده ما عملتش اي نتوركينج. انا ما خدتش البيزنس كارد بتاعه، اللي جنبي اللي خد البيزنس كارد بتاعه اعتقد رماه. فانت كده ما كانتش حاجه مؤثره او حاجه فادت الناس، او الكونسبت اللي انت كنت داخل عليه اللي انا هعمل نتوركينج وذن المجال بتاعي ما طلعتش باي فايده. طيب هاكد تاني، ناس كتيره ما عندهاش سكيلز عاليه بس في نفس الوقت عندها قاعده علاقات، فبتبتدي البيزنس. هديكم اكزامبل. تمام. اول ما ابتديت الشركه عندي ابتديناها من 4 سنين، ما كنتش عارف اجيب كلاينتس ازاي. دلوقتي لما بيستارت بيزنس هدفه انا عايز هاير اكونت مانجر يجيب لي ناس. تمام. الكلاينت ده كان معرفه، طبعا ما خدنيش او ما مضاش معايا عشان معرفه، انا اديته اوفر منافس جدا للماركت بس معايا. لو انت في الاول البيزنس بتاعك مش عارف تجنريت ليدز او تفتح كاستمرز ليك، اول حاجه ابتدي بدايره معارفك. تمام. دايره معارفك هي اللي هتاهلك ان حد يعرفك على حد يعرفك على حد يعرفك على حد، لحد ما في الاخر توصل للي انت بقى عندك اللي هتطلبها، او الناس هي اللي هتطلب السيرفيس بتاعتك. خلينا نفتكر افضل مثال يا شيكو. الفايد، محمد الفايد لما هو اللي عمل المينا بتاعت دبي وعمل حاجات كتيره، هو كل اللي عمله البخيره بتاعته عطلت فنزل. طب انا الحاكم قال له انا عايز حد اكسبيرينس فيها، قال له اعملها لك. سافر انجلترا، واحد صاحبه هناك عرفه بكونستراكشن، هم اللي جابوا الديل وهو اللي جاب الديل وهم اللي عملوا الحاجه. علاقات، ده حد عرفه هنا وده حد عرفه هنا ببساطه. تمام. طيب مدحت، تمام. يا ترى يعني ايه نتوركينج؟ نبدا بشريف، بس يا تيجي وتزعق يعني اللي هو ايه. انا مش هضيف كتير عن اللي انت قلته. شريف ترينر وقبل كده بانكينج والفاينانشال سولوشنز، فاكيد ما كانش هينفع تشتغل شغلك من غير نتورك، صح ولا لا؟ بالظبط. انا مش هزود كتير عن اللي انت قلته. اي حد بيستارت بيزنس او بيحاول ينجح في اي حاجه او في اي شغل، خصوصا الناس بتوع السيلز والماركتنج واللي بيشتغلوا في البابليك ريليشن والحاجات دي، بتبقى شغلهم عباره عن اجنده علاقات بيهم عشان البيزنس بتاعهم ينجح، او عشان الفكره بتاعتهم تنجح، او عشان الوظيفه بتاعته يكمل فيها وينجح هو في الوظيفه دي او في البوزيشن ده. طيب لو انا عرفت حد مصلحه وبعته بعد كده، ده كده نتوركينج؟ لا طبعا. ولا مش نتوركينج؟ لا طبعا. ده شكرك كده، انا بوظت نفسي. تضحك ليه يا استاذ مدحت؟ قول لنا. خلينا بس نتفق على حاجه، ان احنا دلوقتي في السوق
تعمل بيزنس حاجه واسرع حاجه الورد اوف ماوس، ان انت لو لبست عميل زي ما احمد، السوق كله عرف، مش السوق، مصر كلها عرفت. بالظبط. تمام. كلنا بنحب نوجب مع بعض. بالظبط، دي نقطه. خلي بالك ده حرامي. بيحصل جدا ان مثلا حد بيروح يعمل انترفيو في حته، تمام، والناس مثلا تقابله مش كويس او حاجه، او يبقى في لخبطه او اسهل حاجه بيطلع يسيح على فيسبوك على طول. على الفيسبوك، وفي ويب سايت جلوبالي معروف اسمه جلاس دور، بيبقى مكتوب عليه كل حاجه كمان اللي عدينا بيه. بالظبط. هو بوست بسيط جدا بيكتب يا جماعه ده انا رحت الحته الفلانيه كذا 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 كذا، تمام، والاتش ار اللي هناك او الدنيا هناك مش متظبطه، الكوردينيشن ضايع او سمعه الشركه بتروح. ده اللي برضو بيحصل في الناس مثلا. طيب هسألكم سؤال انتوا الاثنين، تختار حاجه من الاثنين، يبقى عندي مكتب وشركه وكيان من غير قاعده علاقات، قاعده عملاء، ولا يبقى عندك نتورك حتى لو شغال من البيت؟ نتورك حتى لو شغال من البيت عن تجربه. نتورك حتى لو شغال من البيت متحت. خلينا بس نتفق ان اختار حاجه من الاثنين، بلاش الكلام الضليع ده. هي طبعا النتورك اولا واخيرا، يعني نتورك اولا واخيرا. بيجيب حد يعمله نتورك. ديل كارنيجي قال 85% من نجاح